لو بتدوري على وصفة بسبوسة خفيفة وبأقل كمية سكر يبقى لازم تجربي الوصفة دي. وصفة بسبوسة سهلة وسريعة، طعمها حلو قوي بطريقة جديدة ومختلفة، فاتمنى بجد تنال إعجابكم. لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وتعالوا نسمي بسم الله ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. أول حاجة أنا عندي هنا بيضتين نزلت بيهم في طبق، هنزل عليهم بكيسين من الفانيليا. بعد كده هنبدأ ننزل عليهم معلقة كبيرة من الخل، نص كوباية من السكر، وهننزل عليهم كمان بنص كوباية من الزيت، وعندي كوباية من اللبن أو الحليب. هبدأ أقلب المكونات دول كويس قوي مع بعضيهم، ممكن تضربيهم في الخلاط لحد لما كله يتجانس مع بعضه. اول ما كله بيتجانس مع بعضه ببدأ على طول انزل عليهم بكوبايتين من دقيق السميد السايب. دقيق سميد بتشتريه من عند اي عطار. عندي هنا نص كوباية من جوز الهند، وهننزل عليها بمعلقة صغيرة مليانة من الكيك شيف او البيكنج باودر. بقلب جوز الهند ودي البسبوسة مع الكيك شيف، وبعد كده هبدأ اخلط المواد الجافة مع المواد السائلة، بس يختلطوا ببعض على طول بوقف ضرب. بلاش تبالغي في التقليب، اللي يعني تقلبي كتير. بس كده اول ما بوصل واتاكد ان خلاص كله اتجانس على طول بوقف ضرب. عندي هنا بقى صينيه مقاس 34 فيها معلقه سمنه، ببدا ادهنها كويس قوي. وبعد كده ببدا انزل بخليط البسبوسه بتاعنا. شايفين الخليط معايا؟ وبعد كده ببدأ اوزعه كده في الصينية وادي تخبيطة للصينية. الفرن شغال عندي على اعلى درجة حرارة، سخن جدا. بدخلها على الرف الوسطاني، بهدي النار بخليها وسط لحد لما بتاخد اللون من تحت. بعرفها ازاي؟ من الحروف بتاعة الصينية، على طول بشغل لها من فوق تاخد معايا اللون. هنبدأ دلوقتي طبعا بعد ما عدى عليها 20 دقيقة في الفرن، بعد ما عدى على البسبوسة 20 دقيقة في الفرن، هبدأ اعمل لها بديل الشربات. فعندي هنا كوبايتين من اللبن او الحليب، هنزل عليهم بربع كوباية من السكر، وهننزل عليهم بربع كوباية من الزيت، وعندي هنا معلقة كبيرة من بودرة الكاستر. ممكن تستبدليها بمعلقة كبيرة من النشا، وممكن تستغني عنها عادي في الوصفة. نزلت بكيس من الفانيليا، وهبدأ اقلب دول كويس قوي على البارد مع بعضيهم. وبعد كده هبدأ انزل عليهم، عندي هنا شوكولاتة سما خامتها ممتازة وسعرها حلو قوي. هبدأ انزل عليهم ب6 مكعبات من شوكولاتة سما، وهرفع دول على النار مع التقليب المستمر لحد لما يغلوا كويس قوي معايا. ببدأ ارفعهم من على النار زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. طبعا هنا البسبوسة كانت اخدت معايا اللون من تحت، فشغلت لها الشواية من فوق عشان كمان تاخد اللون من فوق. اول ما بتطلع معايا من الفرن بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، على طول لو الخليط بتاعنا برد برجع اسخنه وببدأ انزل بيه. شايفين بتشرب الخليط ازاي؟ وباجي كده ابدأ اغطي عليها طبعا بصينية تانية واسيبها لحد لما تبدأ تتشرب، يعني حوالي 5 دقايق تبدأ تتشرب معايا. بس خليط الشوكولاتة البيضة بتاعنا او صوص الشوكولاتة البيضة. اول ما بتتشربوا ببدأ ارش عليها رشة جوز الهند من فوق، ممكن تحط سوداني، اي حاجة حابة تزيني بيها من فوق. تعالوا بقى اوريكم الجمال والحلاوة وهي لسه سخنة، حلوة قوي والقطعة متماسكة واخدة التسوية حلوة قوي من فوق ومن تحت، وطعمها خفيف جدا. طعم جوز الهند طاغي فيها، فطعمها حلو قوي. سكرها خفيف جدا. لما تجربوا الوصفة هتعتمدوها من كتر جمالها. تعالوا كمان اطلع لكم منها حتة. بسم الله ما شاء الله، بصوا قد ايه متماسكة معايا وطعمها حلو قوي. لو مش حابة تعملي لها الصوص ده ممكن تعملي لها الشربات. هيبقى عبارة عن كوبايتين من السكر على كوبايتين من الا ربع من المية وعصرة نص ليمونة، وبيغلوا على النار وبتنزلي بيهم هما وسخنين على البسبوسة اول ما بتطلع من الفرن. شايفين الجمال؟ شايفين بتقطع معايا ازاي؟ طعمها حلو قوي، خفيفة جدا. لما تجربوها تعتمدوها من كتر جمالها. فلايك وشير وصلوا على رسول الله.